الفيديو ده للناس اللي بتحب الملوخية. ما تخافوش، هتفضلوا برضو تحبوها. القدماء المصريين ما كانوش بياكلوا الملوخية أبدا، كانوا بيعتبروها نبتة سامة، فما كانوش بيقربوا منها خالص، وكانوا مسميينها خية. ولو تلاحظوا ان كلمة خية دي مش حاجة جديدة علينا، لحد دلوقتي احنا بنقولها على اي حاجة مش عجبانا، بنقعد نقول اخي، فهي نفس الكلمة. فالقدماء المصريين بقى ما كانوش بيقربوا لها. لما الهكسوس دخلوا مصر كانوا بيدوروا على أي حاجة تأذي المصريين، فلما عرفوا إن في نبتة هم ما بيحبوهاش ومش بيقربوا منها، جابوها لهم وقالوا لهم ملوخية، كانوا بيجبروهم إن هم ياكلوها. فالمصريين يا عيني كانوا بياكلوها من هنا ويعيطوا من هنا على أساس إن هم ميتين خلاص، لأن كانوا بيقولوا لهم ملوخية يعني كلوا الخية. بعد ما كلوها ما حصل لهمش حاجة ولا ماتوا ولا مرضوا، فعجبتهم بقى وبقى ياكلوها كتير قوي. والمعز لدين الله الفاطمي لما دخل مصر واستقر فيها حس ان بطنه يعني بتوجعه شوية، شرب اعشاب وعمل حاجات كتير قوي وبرضه بطنه ما خفتش، فراح بعد بقى للطبيب، قال ما بدهاش بقى. الطبيب لما كشف عليه قال له انت كويس وما فاكش اي حاجة، بس ابقى كل ملوخية. المعز لدين الله الفاطمي استغرب جدا من طلب الدكتور ده، بس بعت يطلب ملوخية وقال خلاص اعملوها لي. ودي كانت أول مرة يدوقها وياكلها. لما كلها عجبته قوي، لقى طعمها حلو وفعلا حس ان بطنه ابتدت تخف، فراح قال لا دي مش ملوخية، دي أنا هسميها ملوكية. والحاكم بأمر الله لما مسك الحكم بقى وقعد يقول في قراراته الغريبة دي، من ضمن القرارات إن هو منع أكل الملوخية عشان خاطر معاوية بن أبي سفيان كان بيحبها، وأي حاجة كان بيحبها معاوية هو ما كانش بيحبها وكان بيمنعها، وفرض حكم على اللي هياكلها ويعملها. وراحت فعلا الناس ما بقوش ياكلوها خالص، لان اللي هياكلها وهيخالف القرار دوت نهايته هتبقى. بعد كده رجع في قراراته كالعادة وقال خلاص ايه كلوها، بس تبقى مع أرنب. انا مش عارفة ليه أرنب، حتى هو مش عارف ليه أرنب، بس هي جت معاه كده يعني. ومن ساعتها بقت ملوخية بالأرانب اللي احنا عارفينها، واي حد هيعملها من غير ارنب هيبقى النهايه. اصل الحاكم بامر الله ده كان تعبان شويه في دماغه، هعمل لكم عليه فيديو ان شاء الله. ودي بقى اصل الحكايه بتاعت الملوخيه. واللي يقولك الملوخيه من دوله كذا ومن دوله كذا، لا، الملوخيه اصلها مصر. يا رب الفيديو الصغير ده يكون عجبكم يا رب، وما تنسوش تعملوا لي متابعة واللايك والشير ما تنسوش، واستنوني في فيديو جديد، معلومة جديدة مع معلومة سارة.